سيدة النائبة تفضلوا. شكرا السيد الرئيس. نتساءل عن الإجراءات المواكبة المتخذة لضمان التنزيل السليم للبرنامج الجديد المتعلق بالمساعدة في مجال السكن، وشكرا. نسجل بإيجابية المقاربة الجديدة المعتمدة بخصوص دعم القدرة الشرائية للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط للوصول إلى السكن اللائق، انسجاما مع التوجيهات الملكية وروح الدستور الذي يضع الحق في السكن كإحدى شروط الكرامة الإنسانية. غير أن تقييد الاستفادة السيد الوزير بشرط رخصة السكن ابتداء من فاتح يناير 23 يشكل عرقلة حقيقية أمام التنزيل السليم لهذا البرنامج الذي تعول عليه الفئات الاجتماعية المستهدفة داخل المغرب وخارجه لضمان حقها في السكن، بالنظر للتأويلات التي أثارها هذا الشرط وآثاره السلبية على تحقيق الأهداف المتوخاة منه، مما يقتضي إعادة النظر فيه لتيسير عملية الاستفادة والاستجابة للعرض الكلي لكل منطقة على حدة. سيد الوزير، استبشر عموم المواطنين خيرا بالمبادرة الملكية الكريمة والتي نثمنها وندعو إلى أن تشمل كل المستهدفين بمختلف المناطق، خاصة تلك التي لا تتوفر على هذا النوع من العروض السكنية لتحقيق العدالة المجالية كإقليم السمارة وبعض الأقاليم الجنوبية، وهو ما يدعونا للتساؤل. شكرا السيدة النائبة المحترمة، انتهى الوقت.